ازاي بدات مذاكره من اخر 4 وجبت 95 ونص في الثانويه العامه، وايه الحاجات بالظبط اللي انا مشيت عليها وطبقتها عشان الحق نفسي اوصل للمجموعه دي. ركز معايا كويس عشان هقول لك على السر اللي محدش عايزك تعرفه عشان تلحق نفسك انت كمان. وانت طبعا مستنيني دلوقتي اقول لك ازاي تحشر كتاب قد كده في دماغك في مذاكره 10 دقائق كده من غير روت، مش كده؟ او مستنيني اقول لك كلمتين يخلوك تقوم تذاكر 10 دقائق وبعدها تقفل الكتاب وتقول مش قادر وفاقد شغف. بص هقول لك على حاجه، انت مقصر ومقصر جامد جدا، فلازم قصاد نفسك الاول تعترف انك غلطان وتخير نفسك بين حاجتين، يا تضيع اللي باقي وتفضل عيل زي ما انت، يا تسترجل وتستغل الفتره الجايه. وبدل ما انت قاعد على السوشيال ميديا كده مستني نصيحه من ده ولا كلمه من التاني، خد بالاسباب وروح شوف لك اي مراجعه كويسه تكون لما الدنيا، حاول تحل وتلحق اللي ينفع تلحقه، واقفل على نفسك الفتره الجايه وتقدر تلم في المراجعات عادي. لو انت فعلا عاوز تلحق نفسك فهتعرف تلم. هي صعب وعدد قليل اللي بيعملها كل سنه، بس برضه محدش ضربك على ايدك وقال لك تراكم ده كله، فحس على دمك كده في الشهرين اللي متبقيين دول، تقوم دلوقتي وتشوف اللي وراك، يا اما ما تجيش تعيط بعد كده وتغني ظلموه وتحبط في اللي داخل السنه الجايه عمال على بطال. هتقول لي طب هو ربنا هيساويني باللي ذاكر طول السنه؟ هقول لك يا عم الله اعلم، انت مالك؟ يمكن ربنا يشوف سعيك في الاخر ويشوف انك فعلا ندمت وفعلا بتحاول تصلح من نفسك، فممكن لو ما رزقكش الطريق اللي انت عايزه ممكن يرزقك طريق تاني يكون خير ليك اكتر من الطريق الاولاني. انت مطالب بالسعي بس والنتيجه دي بتاعت ربنا، والوقت اللي متبقي عامه مش كبير، ففوق لنفسك يا ابن الحلال وما تضيعش وقت اكتر من كده من ايدك. بس كده يا جدعان، سلام عليكم. هل في حد بيجيب مجموع بمذاكرة شهرين بس؟ السؤال ده ترند دلوقتي وكل طلبة ثانوية عامة بيسألوه. خليني أكون صريح معاك، لو أنت لسه ما بدأتش خالص وما تعرفش أصلا المواد بتتكلم عن إيه في كل المواد، فالموضوع هيبقى صعب شوية. أما لو أنت أوريدي كنت بتحضر في دروسك والدنيا ماشية بس في ديفكتات، فهنا نقدر نتكلم. هل أنت تقدر فعلا إن أنت تجيب مجموع في ال60 يوم الجايين؟ الإجابة قطعا بس محتاج تمشي على شوية خطوات. الخطوة الأولى، ذاكر بذكاء. انسى خالص بقى انك هتعدي على كل كلمة في المنهج وهتمسك كل معلومة تذاكرها وتدور على أصلها وكل الكلام ده. انت محتاج تركز على أهم أجزاء المنهج. في قاعدة بتقول 20% من المجهود بتساوي 80% من النتائج. دورك دلوقتي ان انت تسأل المستر بتاعك او ان انت تجيب كتاب الأسئلة وتشوف 80% من الأسئلة ايه هم 20% من المعلومات المعتمد عليه. الخطوة التانية، حل كتير جدا. الحل الكتير أهم من المذاكرة، هو اللي بيعرفك دماغ اللي هيحط لك الامتحان بتاعك، وكمان هيخليك تحفظ المعلومة من غير ما تزهق. الخطوة الثالثة والأهم، اعزل نفسك. مفيش سوشيال ميديا، مفيش خروجات، مفيش مكالمات ملهاش لازمة. سيب موبايلك وامشي بموبايل بزراير. كل الحاجات دي بتتعوض، ولكن المجموع ما بيتعوضش يوم النتيجة. الثانوية العامة مش سباق 100 متر، هي ماراثون، والعبرة دايما باللي يعرف ينهي السباق صح. الشهرين دول ممكن يغيروا مسار حياتك تماما، فابدأ دلوقتي حتى لو حاسس ان انت متأخر، احسن ما تندم وانت واقف على باب اللجنة. لو عندك مادة معينة شايف ان هي بعبع، اكتبها لنا في الكومنتات وهقولك تمشي فيها ازاي. واعمل سيف للفيديو عشان ترجع له، واعمل لايك وسيف عشان يظهر لك الكونتنت الفترة الجاية. انا من وجهة نظري ان الفيديو ده في وقته، يعني الفيديو ده، عارف الفيديوهات اللي هو يقول لك جه في وقته، هو الفيديو ده. لما كنت في ثانوية عامة من بداية شهر 5 كده كان الجدول نزل. أول ما الجدول نزل حسيت إن أنا اتضربت بالقلم كده، ابدأ فوق أنت خلاص الامتحانات أهي، فابدأ فوق وكده. فأنا كنت في الفترة دي كانت في حاجات كتيرة جدا جدا مضيعها. يعني أنا اللي عارف، أو لو أنتوا عرفتوا قبل كده قلت لكم إن أنا كنت داخل الامتحان مش مذاكر الفصل السابع أو الثامن في الفيزياء، فكنت مقصر جامد يعني. المهم جيت من الفترة دي أو من بداية شهر 5، أقسم بالله يعني أقسم بالله بدات ان انا اقعد واكتب الاجزاء اللي انا ما ذاكرتهاش. ذاكرت الدي ان اي والار ان اي ما كنتش مذاكره، فصل التكاثر ما كنتش مذاكره، الدعامه والحركه ما كنتش حلل في الكتاب، عندك في الفيزياء ما كنتش مذاكر حته الاجهزه، وما كنتش مذاكر كيرشوف، وما كنتش مذاكر، وقعدت اكتب كل اللي انا ما كنتش مذاكره. طب بعد كده كنت بقوم من النوم اقسم بالله اشوف ايه اللي ورايا وابدا افتح الجزء اللي انا ما ذاكرتوش طول السنه. تاني يوم اقوم اجيب الجزء اللي ورايا وافتح الجزء اللي انا ما فتحتوش، او الجزء اللي كان بالنسبه لي صعب، او الجزء اللي انا ما حلتش عليه، وابدا اذاكره وابدا احل عليه وانا ماشي في المراجعات النهائيه مع المدرسين. قسما بالله قسما بالله انا كنت في شهر مخلص كله مع المدرسين. يعني المدرسين خلصت، اقسم بالله المدرسين كانت مخلصه وانا كنت مخلص كل اللي فات، وبدات احل مع المدرسين شويه. عايز اقول لك ان انا اقسم بالله ولا او انت يعني مش مطالب منك انك تحل 20 شامل في كل ماده و30 شامل في كل ماده، انت مش مطالب منك كل ده. ادرس الماده بتاعتك خلاص، حل عليها كتير، حل لك شامل 2 3 4 زي ما المستر بيقول لك او زي ما المستر بيعمل لك. انما انت مش مطالب منك كل الدوشه اللي بتتقال لك دي. اقسم بالله ما مطالب منك كل ده. زي ما انت بتسمع انك مطالب تحل كتابين في كل ماده، ده مش مطالب منك، هو كتاب واحد. ليه يا حبيبي؟ لان انت مستحيل تقدر انك تحل كتابين.
هات لي طالب هيكمل ويحل كتابين في كل ماده، انا راهنك لو جبت لي الطالب ده. اصل انا يا عمر سمعت اللي انت سمعته ده كذب، اللي انت سمعته كله كذب، مفيش الكلام ده. خلاص ليه؟ لان انت يا ابني مش هتقدر تخلص الكتاب عشان الوقت اللي انت بقيت محصور فيه. فبالتالي الفتره الجايه اقعد بس حضر كده الحاجات اللي انت ما كنتش واخد بالك منها. ليه؟ لان انت لو دخلت الامتحان وفي اجزاء انت مقصر فيها ودخلت الامتحان وفضلت مكمل بالتقصير اللي انت كنت مقصره ده، دي كده مشكله كبيره. ليه؟ لان انت هتخش الامتحان هتلاقي فيه اسئله كتيره جات لك على الاجزاء اللي انت كنت مقصر فيها. طب ما هو ده وقتها او ده وقته ان انا الم الاجزاء دي. فانا بقول لك انا من وجهه نظري الملخص اهو، اقعد دلوقتي جمع كل الحاجات اللي انت كنت مراكمها وكل الاجزاء اللي انت ما كنتش مذاكرها والاجزاء الصعبه والاجزاء اللي هيجي عليها اسئله بدرجتين والاجزاء المهمه زي الكيمياء العضويه والفصل الثالث والرابع في الكيمياء وفي الفيزياء، خلاص، والدي ان ايه والار ان ايه وفصل التكاثر. ابدا اقعد جمع الاجزاء دي كلها، وكل يوم وانت بتذاكر الجزء اللي المدرس بينزله لك ذاكر معاه حته من القديم. انا كنت بعمل ايه؟ يعني انا النهارده عندي كيمياء، اشوف المستر منزل ايه محاضره الكيمياء، اسمع محاضره الكيمياء واجيب جزء من اللي انا كنت مراكمه او الجزء الصعب بالنسبه لي. في الفيزياء نفس النظام، اشوف المستر هينزل ايه فيزياء وابدا اشوف. الانجليزي نفس النظام، العربي مش عارف ايه. فاهمني؟ فانت امشي الفتره دي، امشي الفتره اللي جايه دي بنفس النظام ده، والله والله ربنا هيكرمك. هتلاقي نفسك بتجيب اللي المدرسين بتراجعه لك وانت بتراجع مع نفسك الاجزاء اللي انت كنت مراكمها، لان كل طالب عارف ايه الجزء اللي كان صعب بالنسبه له والجزء اللي هو ما ذاكروش. فاهمني؟ فاعمل كده والله يا ابني هتدعي لي، والله العظيم هتدعي لي. خلاص يا سيدي، وربنا يكرمك وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله كل الخوف اللي انت حاسه دلوقتي ده هينتهي وهيروح، وهتلاقي ربنا كرمك ودخلت الامتحان وخلصت وحليت باذن الله. باذن الله ربنا يكرمك. خلاص يا سيدي، بس كده. اخر حاجه ما تنساش انك صلي على النبي. سلام. الأمل لا ينقطع أبدا في حياة المؤمن، لا ينقطع الأمل، ده مستحيل. حتى مع آخر نفس لا ينقطع الأمل. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني تخيل إنسان بيطلع في الروح وفي نخلة ازرعها وموت. هنا النبي كان بيدينا درس جميل في الأمل لا ينقطع أبدا. ودايما الإنسان كده معلش بيمشي على أمرين هامين، يعني في كده أصبح طريقين لازم مع بعض. الأول أنت بتطلب من ربنا العون، لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو المعين، ثم مجهودك. أكون صريح أكتر، مهما قلنا من فيديوهات تحفيزية هي كويسة بتديك طاقة، لكن الطاقة دي مؤقتة. يعني الفاعلية عامل زي بالظبط ما يكون مسكن. خلينا ناس منطقيين، أو بيريح وكلام حلو جدا جدا نفسي، بس يبقى في النهاية الحق هو كلام الصح، إنك أنت الوحيد ابن وبنتي قائد السفينة، لا أب ولا أم ولا مدرس، صاحب القرء أنت. حاول تنجز على قد ما تقدر، حاول تنجز. الوقت اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، والفرص اللي بتيجي مرة مش هتيجي تاني. كل ده بيعدي في ثانية. حاول تنجز، وهمش نفسك ان انت بتعمل وانت ما بتعملش. الحاجة اللي ممكن تاخد منك ساعتين ليه بتعملها ليه في اسبوع؟ ليه؟ الحاجة اللي انت ممكن تعملها وتنجزها بسرعة انجزها وابدأ على طول في اللي بعدها. مفيش وقت ان انت تضيعه. مفيش أسوأ من ان انت تقعد تماطل 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 وتبدأ ان انت تعمل حاجات صغيرة عشان تحس ان انت انا بنجز انا بنجز. حتى على فكرة في اي حاجة، خدها في مثال، في اي حاجة، سواء في دايت، سواء في مذاكرة، سواء في شغل، سواء في مشروع بتعمله، انجز، خد خطوات، خد اكشن. دي الحاجة الوحيدة اللي هتقربك من اللي انت بتعمله.